سوف أروي لكم قصة جميلة ومؤلمة. انظروا إلى الوفاء والتضحية. تزوج رجل امرأة جميلة جدا بعد حب 9 سنوات، وبعد مرور سنة على زواجهما كانت الزوجة بالجامعة وأغمى عليها. سرعان ما نقلوها إلى المشفى، وكشف الطبيب أنها مصابة بمرض السرطان، بمرض السرطان الجلدي الذي يسبب التشوه في البشرة ويشوهه تماما. طلبت من زملائها والطبيب عدم إخبار زوجها خوفا من أن يتركها. وفي الطريق عاد إلى البيت أخبروها أن زوجها أصيب بحادث أدى إلى فقدان بصره. وأكمل الزوجان حياتهما الزوجية. الرجل أعمى والزوجة تفقد جمالها يوما بعد يوم. زوجها لا يعلم بالتشوه الذي فقدها جمالها، وتحولت من الجمال الرائع إلى قبيح مخيف. بعد علاج الزوجة بعد سنين برحمة الله شفيت تماما، وبدأ جمالها يعود يوما بعد يوم إلى وجهها الطبيعي. وبعد التحاقها إلى الجامعة بدأوا أصدقائها بإخبارها كيف بإمكانك دفن هذا الجمال مع رجل أعمى لا يرى أنوثتها وجمالها ورقتها. الزوجة اقتنعت أن زوجها أعمى لم يعد ينفعها. بعد أيام طلبت الانفصال من زوجها، ثم انفصلها وارتبطت برجل آخر. ثم جاء زوجها يوما من الأيام ونظر إليها وكأنه يرى جيدا وليست أعمى. فنظرت إليه مندهشة: هل عاد إليك بصرك؟ فنظر إليها بحزن وأخبرها: أنا لم أكن يوما أعمى، لكنني أول يوم علمت بأنك مريضة بمرض التشوه تظاهرت بأنني أعمى كي لا تتألمي بنظراتي إليك. كنت أراك يوما بعد يوم تسوء حالتك وتتقطع، وثم شفيت وعاد إليك جمالك. أنا كنت أرى لم أكن أعمى. يا أخواني، قصة جميلة جدا.
انظروا ما أجمل الوفاء، فالوفاء من خصائل المسلم وأجمل ما خلق الله. تحياتي لكم.